بص يا صاحبي، النهارده هقول لك ازاي تعمل النوع ده من الفيديوهات. حاول تتمرن لوحدك وما تشوف أي نتائج مع فيت كوتش بلس ب 24 ريال بس. بتبدأ حياة صحية وتوصل للجسم المثالي. اول حاجه هنفتح نيو بروجكت، بعدين نعمل كومبوزيشن جديد. نتاكد ان المقاس عندنا 1080 في 1920 عشان يبقى فيرتيكال، ونلغي اللوك اسبكت ريشيو. بعدين نختار اللابس تول، ونعمل بيها 3 دواير. بعدين نسيرش على جازيان بلور، نحطه على الشيب لاير، ونعلق جازيان لحوالي 1400 حسب ما انت عايز، ونظبط السكيل اهم حاجة بتاع الشيب لاير. هنعمل نيو ادجستمنت لاير ونحط عليها افكت اسمه جريد. نظبط الجريد ونقلل البوردر لنص، هيبان معانا بالشكل ده. نقلل الاوباسيتي او نسيبها على 100 زي ما انت عايز، والبلندنج مود نخليه سكرين عشان يظهر معانا بالشكل ده. وكده نفذنا اول مرحلة معانا في الفيديو. بعدين نجيب الفيديو بتاعنا، نظبط السكيل بتاعه والبوزيشن، سيرش على افكت اسمه روكين ايدج ونحطه على الفيديو بتاعنا. نعلي البوردر لحوالي 140. نظبط الفراكتال انفلونس دي لازم نخليها بصفر، تلاقي معنا بالشكل ده. في الحل نزود البوردر شوية، بعدين هنسيرش على افكت اسمه دروب شادو. هنحط الافكت دروب شادو على الفيديو، بعدين نسيرش على افكت اسمه سي سي لايت سويب اللي هو تالت واحد. نلعب في الانكر بوينت بتاعه، نحطه في الزاوية فوق ونعمل له كوبي بيست، كنترول سي كنترول اي في الافكت كنترولز، هيعمل معانا بالشكل ده. عادي نحرك الدايركشن بتاعه، هيطلع معانا بالمنظر ده. ونجيب الفيديو التايم لاين نحطه بالشكل ده، نظبط السكيل بتاعه. بعدين نحط عليه نفس الافكتات. هنروح على الفيديو الاصلي بتاعنا، نجيب منه الافكتات كنترول سي ونعمل لها بيست في الفيديو بتاعنا بتاع التايم لاين كنترول في. نظبط البوردر شوية، ظبط البوزيشن والسكيل بتاع الفيديوين. بعدين لو عندك لوجو او عندك اي وسيلة تواصل حابب تضيفها عادي. وبكده نكون خلصنا، ونعمل اكسبورت للبروجكت.